كنت بقى قلت لكم ازاي المنتخب مصر التاني بتاع كاس العرب ده اتجمع من الاخر يا جماعه. المنتخب ده كانوا عايزين يخلوا المنتخب الاولمبي هو اللي يلعب البطوله دي، يقولوا واحد اجنبي. وبعد كده لقوا حلمي طولان راجل قاعد فاضي، بلغ من العمر الارذله، عنده 76 سنه، مش هيعترض على حاجه، مش هيتكلم في مرتب، مش هيطلع يتكلم في يفضحنا في حاجه، وهنوفر دولارات، وده اللي برضو يعني دولة عايزاه، وهيبقى تمام. كسب يبقى احنا عملنا انجاز، ما كسبش عادي، احنا كنا بنجرب يعني. تمام. طبعا هم جابوا حلمي طولان انه عامل علاقات كويسه من زمان معاهم وحبيبهم، وان هو كان زمان مدرب كويس طبعا، بس يعني خلاص مدرسته بقت قديمه، الراجل يعني كبر. مش دي المشكله المنتخب ده اتكون ازاي. يعني مدرسه حلمي طولان، مبدئيا حلمي طولان راح واخد معاه عصام الحضري مدرب حراس، واحمد حسن، اللي هم اصلا الاثنين ما بيطيقوش حسام حسن، وهو بالتالي ما بيطيقش حسام حسن. هو حتى حكى قصه ان هو في مره كان مدرب مش عارف الجيش، وحسام حسن كان مدرب سموحه، واتخانقوا على الخط، وحسام حسن شتم، حاجات بقى اللي احنا بنسمعها عن حسام على طول دي. ففكره اصلا اي منتخب تاني ان هو هيبقى نوال المنتخب الاولاني، زي ما قلت لك قبل كده، بتاخد العيال الصغيره، بتاخد الشباب، بتاخد الناس اللي هي في منها امل ان هم ينضموا بعد كده. ممكن واحد يبقى كويس فحسام يضمه قبل البطوله على طول، يتالق بشده، نفس اللي عمله كيروش. بس كيروش كان راجل بيفهم، مش بصماجي زي دول. فطلع من البطوله العربيه دي احمد رفعت الله يرحمه، حسين فيصل، مروان داوود، عمر كمال، محمد كل الناس دي طلعت من كيروش، من البطوله العربيه، خد يجرب فيها. لكن اللي بيعمله حلمي طولان ده ان هو بياخد الموضوع عند، بياخد لعيبه كلها كسرت 30. ده موضوع في منتهى الغرابه اللي في الدنيا. يعني بياخد رجب نبيل ده طول عمره عنده اصابات والدنيا متبهدله معاه، وعمره ما لعب في اي نادي كبير. واخد الاجوان بسام وعواد اللي هم كلهم كسرين ال 30. واخد يعني مش واخد اي لعيب اللي هو ينفع المنتخب الاول باي حاجه، طبعا لان التنسيق مش موجود ومتخانقين مع بعض والكلام ده كله. ورايح بقى يعني يكسب، رايح بقى اللي انا واخد الصف الثاني اللي هم دول احسن لعيبه ما راحوش المنتخب الاولاني، فراح يكسب المفروض. فدي هو بيتعادل مع الكويت، ويعني ما اعرفش ممكن تمشي معاه، يعني ما تضمنش الظروف. بس يعني واخد السوليه اللي هو نفس الاهلي استغنى عنه لانه كبر. واخد لعيبه غريبه، محمد شريف ده عمره ما يروح المنتخب، يعني ان هو ده لعيب الفرقه الاساسي بتاع الاهلي، وحسام حسن ما خدوش. واخد لعيبه غريبه، ما فيش تنسيق. الفكره نفسها بتاعت ان يبقى منتخب مصر الثاني ده، زي ما قلت لك اللي عملها كيروش، مش موجوده. هم الناس واخدينها عند وبلطجه على بعض، واللي يعرف يعمل حاجه يعملها. عبث زي كل العبث اللي في الكره المصريه.